أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا في خير ونعمة. ما تنساوش باش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس اللي يجيونا جدد يتفرجوا فيا تو والقدم. ما تنساوش باش تبارطاجيو الفيديو هذا مع أصحابكم وتعملوا برشا جماد. ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نعملوا وصفة التاكوس وعجينة التاكوس. العجينة اللي باش نعملوها اليوم سهلة 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 وبنينة، جات خفيفة والنتيجة تحكي وحدها. باش نعملوا التاكوس وزيدا باش نعملوا بالعجينة نفسها، باش نعملوا كورنو وجاي بنين ما نحكيلكمش. العجينة اللي نحكي عليها هذه نجم تستعملها في برشا وصفات. انا عملت لكم منها زوز وصفات وانتي الحاجة اللي تجي في مخك تنجم تعملها. دونك نبداو على بركة الله. اول حاجة باش نعملها خذيت السكالوب متاعي باش نقص، خذيت الزر نتاع الدجاج باش نقصو هكا طريفات بالطول. بعد ما نقصو باش نفوحو. دونك لهنا كيما قاعدين تشوفوا كملت قصة السكالوب متاعي. فوالا توا مش نفوحو. بالنسبة للتفويح كل واحد والتفويحة متاعو، باش نعطيكم طريقتي وانتم تنجموا تنقصوا وتنجموا تزيدوا. باهي اول حاجة باش نحط كعبة ياغورت طبيعي، ملح، فلفل اسود، كركم، تابل وكروية معناها فحات مخلطة، زعتر وكليل وهذا مهم برشا، هريسة عربي وشوية زيت زيتونة. وباش عصرة قارص، ما تنساوش القارص معناها ياسر يبنن التفويحة بتاعنا. وباش نحط باش نخلطهم بالباهي. لهنا التفويحة متاعي حاضرة. تو باش نحط السكالوب ونخلط بالباهي، من بعد باش نحطه في الفريجيدير ونخليه يرتاح في عقله. لو طون اللي هو ارتاح باش نتعدى للعجينة متاعي. بالنسبة للعجينة متاعي كما قلت لكم عجينة سهلة وبمكونات بسيطة موجودة في كل دار. أول حاجة الحليب لازم يبدأ دافي، وأنا باش ناخو كيس معناها يوزن 100 مليلتر، وهو اللي باش نستعمل بيه القياس. لهنا باش نحط الفرينة متاعي، باش نحط باكل خميرة وباش نحط الملح ونحط معاها شوية نصف كيس زيت، وباش نبثبثهم بالباهي هكا بيديا يولوا هكا كيف الكسكسي. نخلطهم بالقدام ومن بعد باش نزيد الحليب. كما قلت لكم الحليب ما يقارب 2 كيسان حليب، تزيد بشوي اللي تحصل على العجينة طرية. لهنا خلطت العجينة متاعي بالباهي كما قاعدين تشوفوا بيدي، ومن بعد طرحت على البلان دو ترافاي وبديت نعجن فيها اللي تحصلت على العجينة طرية ومتماسكة. كما قاعدين تشوفوا العجينة متاعي حاضرة باش نحطها ترتاح. حكيت نصيف ساعة كيكا ساعة غير ربع على قد ما ترتاح، على قد ما مع معناها الخدمة متاعها تبدا سهلة. لهنا تو باش نحضروا مع بعضنا الفريت. عندي طريقة متاع فريت ياسر بنينة، دونك باش نجربها معاكم، باش نعطيكم معناها الوصفة وننصحكم تجربوها وباش تشيخوا عليها. انا خديت كعبة البطاطا متاعي قشرتهم ولهنا غسلتهم بالباهي. تو باش نشفهم، من بعد باش نقصهم نحي الاطراف هذوك ما كي باش تجيني كعبة البطاطا مستوية ومزيانة. باش نقصها بالسكينة هذه المحرفة معناها على باش تعطيني شكل مزيان. ومن بعد باش نرجع بعد ما نكمل الكمية الكل نقصها باش نعاود نرجع نشيح البطاطا متاعي من الماء. تشوفوا كيفاه. فوالا هني قاعدة نكمل في كعبة البطاطا متاعي، نقصهم بالقدا حتى نكمل الكمية متاعي الكل. كما قلت لكم تو باش نبدا ناخذ بشوي ونشيح هكا بالبابيي، لازم نخليش فيها الماء. نكمل زاده الكميه الكل.
لهنا الكمية متاعي الكل شيحتها، توا باش نفوحها، ملح، شوية كركم، شوية هريسة عربي، ونزيدها مغرفة نشا، نشا يخلي البطاطا تجي تتقرمش وما تشربش برشا زيت. دونك انا ديما هكا كي باش نقليها ونحب نشيخ عليها نعملها التفويحة هذيا، ننصحكم بها تجربوها باش تشيخوا عليها، ما عادش باش تستغنوا عليها جملة، ياسر 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 تجي بنينة البطاطا كي موزوزة، ما شاء الله بنينة بنينة ما نحكيلكمش. دونك لهنا كملت كعبة البطاطا متاعي وحطيت نقلي فيهم، ومن بعد باش نكمل الوصفة متاعنا. لهنا باش نعملو مع بعضنا صوص متاع جبن. الصوص متاعي ساهلة برشا، ناخد نص كيس حليب، نزيدو حكة كريم فريش و4 جبن مثلثات ولا 5، هذا حاجة اختيارية على قد ما تحب تكون القوم تاع جبن قوية، زيد جبن مثلثات، حطها على النار، خليها حتى تعمل كشكوشة وينقص المستوى متاعها شوي، وهكا تعقاد شوي، ونحطها في حويجة بولار ونحطها على جنب. دونك لهنا تعدت هكاكا سواعة غير ربع، باش ناخد العجينة متاعي باش نرش شوية فرينة وباش نبدا نقص فيها، باش نقصها من الأول في زوز، من بعد نزيد ناخد الطروف هذوكم اللي قصيتهم ونقصهم في زوز اخرين، ونزيد نقصها في 3. تشوفوا الطريقة كيفاش كي كتجيني كعيبات صغيرين، حاسيلو جاتني 15 كعبة، كي عطاتني العجينة 600 غرام جاتني 15 كعبة. تشوفوا الطريقة قاعدين تشوفوا في الفيديو كيفاه. فوالا باش توا باش نكعبرهم هكايا كيما قاعدين تشوفوا، نخدم كعيبرات صغيرين وباش نحطهم يرتاحوا، وتوا نوريكم كيفاه باش نكملوا نطيبوهم. لهنا كملت الكعبات متاعي الكل وغطيتهم وخليتهم يرتاحوا. من بعد باش ناخد الطاجين متاعي نحطه على نار هادية ونخليه يسخن في راحته، ندهنه بشوية زيت، وباش نرجع نحل بالكعبة هكا، نرجع الأول كعبة خذيتها ونبدأ نحل فيها بشوي، نحط عليها شوية فرينة ونبدأ هكا نحل بشوي بشوي لين نتحصل على كعبة هكا تبدأ مستوية محلولة، كي نطرحها بالقدا بالقدا تشوفوا في الآخر كيف النتيجة اللي باش نتحصل عليها، انتم تتبعوا كيفها. كيما قاعدين تشوفوا العجينة هكا نجبد فيها على الحفاف، قاعدة تطوع فيا وما تقطعش، ما نحكي لكمش العجينة تطوع على الاخر، معناها مخدومة بالباهي، وصفة ناجحة 100%. لهنا باش نكمل نحل الكعبة متاعي كيما قاعدين تشوفوا هكا، نجبد فيها على الحفاف باش تحل بالباهي، باش ما تجينيش هكا غليظة برشا، تجيني هكا جويدة معناها. فوالا لهنا من بعد ما كملت حليتها كيما قاعدين تشوفوا توا باش نحط نطيبها. بالنسبة للتطيب جوست تشم هكا سخانة شوي ونقلبها ومن بعد نخرجها، نحط بحذايا منديلة في كل مرة الكعبة اللي نطيبها نحطها ونغطيها بالمنديلة كيك باش ترجع عليها سخانة تبقى لي طرية وما تشيحليش. كيما قلت لكم جوست ما تشم السخانة ونقلبوها، ما نخلوهاش تيبس برشا وتطيب، هي جوست خاطر باش نعاودو نطيبوها جوست شوية هكا سخانة كيما قلت لكم. نحطو منديلة بحذانا ونحطوها نغطيو عليها. لهنا باش نرجع نعمل معاكم كعبة أخرى، هلا نحلوها بالباهي كيما قلت لكم، نعاودو نحطوها تطيب حتى نكملو الكمية اللي بتاعنا الكل. لهنا هذه النتيجة اللي تحصلت عليها كيما قلت لكم، جات طرية طرية محليها مخدومة ما تتكسرش، معناها وصفة ناجحة ناجحة ناجحة. فوالا شوف كيف ما تحلها ما تكسرش، أنا نتيجة رائعة.
لهنا بعد ما حضروا الخبيزات متاعي حطيت شوية سكالوب متاعي الشاورما متاعي بعد ما فوحتها تشوي هكا على الطاجين جوست هكا شويين ما خليهاش تطيب برشا معناها هكا تبدا من زيت طرية هكا كيما قاعدين تشوفوا. تو باش نعمل باش نحشي الكعبات متاعي. اول حاجه باش نبدا بها هي الكورنو. فوالا باش نحط هكا بالنسبه شويه هريسه هكا. بالنسبه للحشو يكون اختياري معناها الحاجه اللي نتوما عندكم تنجموا حتى تحشيو بها معناها. لهنا خديت شويه زيتون شويه هريسه شويه الصوص متاع جبن هذيك اللي حضرناها. لهنا خديت حطيت السكالوب باش نحط شويه خس معاها كعبات الطماطم هكا باش نشخشخ هكا بشوية زيتون نزيد عليها جبونات شيخوها بالجبونات. لهنا باش نحط كعبة الفريت متاعي ومن بعد باش نزيد فوق هكا سكرها ساعة بالكوردون. بالنسبة للكوردون سكروا بيه في المرحلة هذه بعد نجم ممكن خرجوها من الفرن نحيوه كما قاعدين تشوفوا. هاي هكا يكون متاعي حاضر. تو باش نحطه في الفور يطيب وباش نعمل كعبات التاكوس متاعي. الله هذا خرجته من الفور. لهنا باش نتعدى كعبة التاكوس متاعي كما غادي نشوفوا. لهنا خديت كعيبة باش نحط زيادة شوية هريسة اللي ما يحبش هريسة ما يحطش. نحط صوص تاع جبن هذيك. هلا باش نحط شوية سكالوب شوية فريت شخشخها بالجبونات وباش نسكرها ونحطها على الطاجين هكا. اللي عنده ماكينة البانيني نجم يحطها ما عندوش طاجين قلاية اي حاجة نجم طيبها فيها جست سكرها بالقدا باش ما تتحلش وطيبها على راحتك. دونك انا طيبتها في الطاجين كما قاعدين تشوفون بعد السكالوب هكا حطيت نحمر فيها عالجهات الكل. لهنا كما قاعدين تشوفوا كعبة التاكوس متاعي حضروا الكورنو حضر البنة حاجة أخرى حاجة بنينة ما نحكيلكمش نودكم ولا نشهيكم. ننصحكم تجربوا هالوصفة وتكتبوا لي في التعاليق وتبارطاجيوا الفيديو مع أصحابكم. واللي مازال ما عملش اشتراك القناة يعمل اشتراك فعل الجرس باش توصلك الفيديوهات الجديدة. ومرحبا بكم الناس الكل. باي باي في فيديو جديد ووصفة جديدة.